السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة اف ستوريز. اليوم غادي نعاود لكم قصة مختلفة شوية. قصة ما فيها لا رعب ولا جريمة، ولكن فيها وجع كبير وحب ودرس كبير. قصة شاب كان كيسابق الوقت باش يقول كلمة واحدة، ولكن الوقت كان أسرع منه بكثير. قصة بعنوان آخر رسالة من الأم. أنا الاسم ديالي يونس، العمر ديالي 24 سنة. كنت ساكن في مدينة صغيرة، كنقرا، كنخدم في واحد الكافيتيريا باش نعاون راسي ونعاون حتى ماما كانت كلشي عندي. كانت كضحك غير باش تخليني ما نشوفش التعب اللي في عينيها. كانت كتقول لي كل صباح: ولدي، اليوم غادي يكون احسن من البارح، غير صبر. ولكن الحقيقة كانت كتخبي واحد الالم كبير. انا ما كنتش عارف، وما بغاش توريني الوجع ديالها باش ما نطيحش في الحزن. نهار وانا راجع من المدينة، لقيت ماما جالسة في الصالة، كان الوجه ديالها كيحاول يخبي الدموع. سولتها: ماما كاينه شي حاجه؟ قالت لي وهي كتبتسم: لا ولدي، غير عييت. ولكن الصوت ديالها كان مهزوز، الابتسامه كانت مسبوغه في الوجه ديالها. ما زدتش سولتها، ولكن داك النهار حسيت بشي حاجه ماشي هي هادي. بعد اسبوع، في 6 ديال الصباح، سمعت صوت طيح كبير من المطبخ. جريت ولقيت ماما طايحه في الارض، يديها كترعد. عيطت لسيارة الإسعاف، قلبي كيدق بجنون. في السبيطار الطبيب قال لي الأم ديالك خاصها تبقى تحت المراقبة، عندها مرض مزمن وكانت كتخبيه عليكم. حسيت الدنيا ضاقت عليا، جلست في الكولوار وما عرفت لا نبكي ولا نهضر. قلت مع راسي: علاش كانوا الناس كيقولوا الأم كتخبي الوجع ديالها على ولادها؟ هادشي فوق طاقة البشر. ما بقاش في السبيطار أسبوعين، كل نهار كنمشي عندها، نضحك ونبين لها أنني قوي، وهي كتبتسم وكتقول لي: الله يخليك ليا ولدي، غير كون بخير. ونهار الحد كنت خارج نهز لها الوجبة اللي كتفضل، ولكن ملي وصلت الطبيب شدني جنبه وقال لي: يونس، خاصك تكون قوي، الحالة ديالها دارت تطور مفاجئ، خاصنا نكتشفوا السبب. دخلت عندها، لقيتها هادئة بزاف، بحال شي واحد مرتب الكلام في دماغه. دات يدي وخالت: يونس، ما تبكيش. قلت لها وانا حاول كنبتسم، ولكن الدموع سبقوني. ماما، غادي تخرجي معايا للدار ونعاودو كلشي من جديد. ضحكات بواحد الضحكة اللي عمرها ما غابتش من راسي. قالت: الا ما كتبش غادي نخلي لك واحد الحاجة. طلعت في جيبي واحد الورقة مطوية، قالت لي: شنو هادي؟ قالت بحنان: الا جا النهار وقراها. نهار اثنين مع الخمسة ديال الصباح عيطوا ليا من السبيطار. كان الصوت بارد، ولكن المعنى ديالو طعني في القلب. المهم الخوت، كنقول لكم الصوت ديالي اليوم عيان شويه، ضربني شويه البرد، ما ديوش عليا وما قدرتش نغيب عليكم. ضروري بغيت نحط لكم القصه اليوم في الوقت ديالها. كملوا القصه. ماما مشاش، ما بكيتش من الاول، حجرات الدموع في العين. فاش كنشوف الناس قدامي، ولكن عقلي ما كانش هنا. من شفتها اخر مره ساكته وبارده، عرفت ان الدنيا نقصات منها واحد الجزء كبير. بعد الدفن رجعت للدار. الدار كانت ساكته بزاف. شعلت الضوء وجلست في الصالة، فتحت الورقة. كان مكتوب بخط يديها: ولدي يونس، يمكن في نهار من الأيام غادي تقرا هاد الرسالة بلا ما نكون حداك، ولكن بغيتك تعرف هادشي: أنا عمرني ما كنت قوية، كنت غير كنقوى حيت نتا كنتي كتشوفني. نتا سبب الابتسامة ديالي والسبب الصبر ديالي. ما تبكيش عليا، بكيت بزاف في حياتي، ولكن كنت نخبي عليك. عيش حياتك، ضحك، سافر، خدم، ما توقفش حياتك بسبب. ما تنساش، الأم ما كتموتش، كتبدل غير المكان، تسكن في القلب. ملي قريت الرسالة الصراحة بقيت كنبكي، ولكن في وسط الدموع حسيت بالدفى، بحال شي حد كيطرب على كتافي. داك النهار فهمت أن أقوى الناس هما اللي كيضحكوا لينا باش حنا منحزنوش. وفهمت درس كبير: عمرنا من أجلو كلمة كنبغيك، حيت يمكن ما يبقاش الوقت باش نقولوها. سلاما لمواتنا، ورحمة الله على كل أم كتخبي الوجع باش ولادها يضحك. إلا عجبتك القصة، بغيتو قصص أخرى، غير قولوا لي نوع القصة اللي بغيتو. واش بغيتو قصة رعب، قصة غموض، حب؟ المهم غنشوف التعليقات ديالكم. نشوفكم في فيديو اخر. نكون سعيد الا خليتي معاك ديك لايك واشتركتي في القناة. كان معكم اشرف ستوريز، تحياتي ليكم.